ابل اعلنت عن الايفونات الجديده، وبجد ايه جمال سلسله الايفون 15 دي، ومش بتصنع الحماس دلوقتي ومش بافور. انا فعلا يعتبر احسن ايفون نزل في السنين اللي فاتت دي كلها. وطبيعي ان هو احسن علشان ده اجدد واحد، بس لا، انا بتكلم ان في تغييرات كتيره قوي السنه دي تخليه لا حاجه مميزه، حاجه جامده، حاجه انا فعلا مش قادر اصبر لحد ما احط ايدي عليه. هكلمك في المواصفات وهكلمك ايه اللي مخليني متحمس قوي كده، وهقول لك ليه الايفون 15 العادي اصلا هو بقى تحفه برضه، مش البرو والبرو ماكس بس على فكره، لا الايفون 15 اللي هو ارخص واحد فيهم. هقول لك ليه انا بقيت مبسوط بيه جدا، وايه الحاجات اللي ضافوها جديده فيه، وايه الحاجات اللي ضافوها جديده في كل السلسله. وطبعا هنتكلم عن الاسعار بالتفصيل في مصر تحديدا وفي الدول العربيه في اخر الفيديو. ومهم ان انت تعرف علشان التحسينات دي جه معاها رفعه في الاسعار، تحديدا البرو ماكس سعره غلي. المهم نبتدي دلوقتي بالايفون 15 العادي، اللي هو برضو على فكره مش عادي قوي، يعني هو الموبايل بيقدم حاجات ما كناش بنشوفها السنه اللي فاتت خالص. اول حاجه واحلى حاجه واجمل حاجه اليو اس بي تايب سي، اخيرا التسريبات طلعت صح، وطبعا احنا كنا شبه واثقين من المعلومه ديت. مفيش بقى شاحن الايفون، مفيش الجمله بتاعت معكش وصله ايفون، لا هو خلاص بقى كله دلوقتي يو اس بي تايب سي مش لايتنينج بورت. موجود في الايفون 15 العادي زي ما موجود في البرو والبرو ماكس، وزي ما موجود في الايفون 15 بلس طبعا برضه. حاجه حلوه جدا، بس مش هي الحاجه الوحيده اللي حصلت مختلفه في الموبايل الشاشه بقت دايناميك ايلاند. فاكرين دايناميك ايلاند المميزه جدا اللي كانت موجوده في الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس اللي معايا هنا دلوقتي؟ فيهم هنا دايناميك ايلاند بدل النوتش. هم بقى نقلوا نفس التصميم نفس الشاشه ديت بتاعه الدايناميك ايلاند للايفون 15 العادي والايفون 15 بلس. طبعا اي حاجه هقولها على العادي هتمشي على البلس برضه، الاثنين يعتبروا نفس الموبايل مع اختلاف الاحجام، واللي هي نفس احجام السنه اللي فاتت، 6.1 انش للعادي و6.7 انش للبلس. المهم انا مبسوط بالدايناميك ايلاند ديت، وان هم نقلوها اخيرا في السلسله العاديه، ما بقتش متوقفه بس على البرو والبرو ماكس. بس مستوى الاضاءه كمان بقى في حته تانية، يعني المستوى بتاع الموبايل بيوصل ل 2000 نت، وده رقم يعتبر عالي جدا على فكره، اعلى من اللي كان بيوصل له قبل كده تقريبا، ده دبل السنه اللي فاتت لو انا فاكر صح. فهو فعلا بقى شاشته قويه، ما كانش ناقصها غير ان هي تدعم 120 هرتز البروموشن، الحاجه اللي انا بحبها في الموبايلات البرو بتاعت ابل، والحاجه اللي موجوده دلوقتي من ايام الايفون 13 برو ماكس مش موجوده للاسف في الايفون 15 العادي برضه. ال 120 هرتز اللي هي النعومه والسلاسه بتاعت الحركه بتاعت الشاشه، واللي انا بحس بيها، واللي لو انت مسكت موبايل برو المفروض تحس بيها، بس انا اكتشفت ان اغلب اليوزرز المستهلك العادي جدا ما بياخدوش بالهم منها، بدليل ان ناس كتيره جدا بتبقى مشغله الباور سيفنج مود في موبايلاتها البرو والبرو ماكس، واللي هو اصلا بيقفل الميزه بيقفل الميزه بتاعت ال 120 هرتز. فديت كانت الحاجه الوحيده اللي ناقصه علشان يبقى جهاز متكامل مثالي، بس بصراحه هي ناقصه بالنسبه لي انا، تخليه ما ينفعنيش انا في الحته ديت، انها بالنسبه للناس التانية لا هو كافي جدا على فكره وحلو. ده كله على فكره انا ما كلمتكش على الكاميرات، ده لما هكلمك على الكاميرات دلوقتي في حاجات رهيبه حصلت فيها. الكاميرا 48 ميجا بكسل بقت موجوده معانا في الايفون 15، ومش بس كده، دي بتطلع صور 24 ميجا بكسل مش 12 ميجا بكسل بس حتى. فهو حصل تحسينات وتغييرات في الكاميرا الاساسيه بتاعه الموبايل. تقدر مثلا دلوقتي تعمل زوم 2 اكس رغم ان انت مفيش عندك كاميرا زوم مخصوصه، بس تقدر تعمل زوم دلوقتي بالايفون 15 العادي، ودي اول مره تحصل في البورتريه. بالحديث بقى عن البورتريه، زمان كنت لازم تقوم دايس على زرار البورتريه وتصور الشخص بورتريه علشان تطلع الصوره بورتريه. عد معايا انا قلت بورتريه كام مره لحد دلوقتي. المهم ان انت دلوقتي بقيت تقدر تلقط الصوره براحتك عادي جدا، وهو لوحده هيحولها لبورتريه. بعد كده هيشوف ان الشخص اللي انت بتصوره هو شخص، هو بني ادم مش مجرد منظر بتصوره، فتقدر تعمل عزل في الخلفيه براحتك حتى لو انت مش لاقط الصوره على البورتريه، ما بقتش خلاص محتاج تعمل ده. يا جماعه حتى تصميم الموبايل نفسه بقى احسن، بقى الظهر بتاعه مط، ما بقاش بيلمع زي قبل كده، وده معناه ان هو مش هيبصم، مفيش اي لون عندك من دول هيبصم. والالوان بقى خليني اقول لك على جمال الالوان، الاخضر عاجبني قوي، البينك برضو تحفه قوي وهيعجب البنات قوي، كلها كده بيتقال عليها الوان باستيل، اللي هي بتبقى الوان مطفيه وفاتحه شويتين، الوان بتاعه الربيع. وبصراحه انا عاجبني جدا كل الالوان اللي موجوده في الايفون، بجد محلياه، وفكره ان هي مط مش هتبصم معاك، هتفضل محافظه على شياكته جدا. المعالج اللي موجود فيه هو الابل A16، نفس البروسيسور اللي كان موجود السنه اللي فاتت في الايفون 14 برو و14 برو ماكس، هو اللي موجود في الايفون 15 العادي وال15 بلس. وخلاص ديت حاجه واضح ان ابل هتكررها كتير بعد كده. بصراحه حاجه زي كده مش مضايقاني، الاي 16 مش بيأثر معايا ومش هيأثر معايا. لو انت حد بتدور على موبايل مش برو، انت مش محتاج اكتر من الاي 16. الاي 16 فعلا يعتبر دلوقتي اصلا
اقوى معالج في السوق او على الاقل من اقوى معالجين. بصراحه لا، الايفون 15 السنه دي يستاهل كل مليم يدفع فيه. انا كنت بقول لك السنه اللي فاتت ابعد عن الايفون 14 العادي، السنه دي بقول لك الايفون 15 العادي يستاهل جدا. بس ده مش معناه ان البرو والبرو ماكس ما قدموش حاجات، لا، لان هم قدموا حاجات خلاص عامله مايند بلوين كده، فرقعت دماغي ومحمساني جدا. بالاضافه للمدخل الشحن بتاع الايفون اللي اتغير خلاص وبقى يو اس بي تايب سي، والسرعات العاليه اللي بيدعمها البرو والبرو ماكس على فكره يو اس بي 3. فحاجه تانية كنا متعودين عليها من ابل واتغيرت هي الزرار بتاع الميوت، اللي هو ما كانش زرار، كان سويتش، كان بتاع كده بتقعد تشدها بايدك تطلعها وتنزلها علشان تطفي الصوت او تعمله سايلنت. يعني دلوقتي ما بقتش موجوده، بقت زرار عادي جدا بيتقال عليه اكشن بوتون، تدوس على الزرار دوت انت بتظبط بقى ان انت عايزه يعمل حاجه معينه. حاجه ديت زي ان هو يفتح الكاميرا، زي ان هو يفتح الفلاش، زي ان انت تعمله على سيري شورت كات، فاللي هو مثلا لما تدوس عليه يقوم فاتح لك سناب شات مثلا او اي برنامج انت عايزه. تقدر تعمل عليه اوامر مختلفه اهم بكتير جدا من مجرد ان انت تقفل الصوت وتشغله. بس المغري جدا والحاجه الجامده جدا في التصميم بتاع الموبايل دوت هو التيتانيوم. بدل الجوانب الستانلس ستيل بقى عندك جوانب معموله من واحده من احسن المواد اللي ممكن يتعمل بيها اي منتج. التيتانيوم عموما على فكره بيبقى اغلى من الحاجات التانية زي الستانلس ستيل، وطبعا اغلى من الالومنيوم، فبيدي شياكه للموبايل اكتر. ده معناه برضو ان البصمات الرخمه اللي كانت بتبان حوالين الايفون 14 برو وبرو ماكس، او طبعا برضو السنين اللي فاتت ال 13 برو وبرو ماكس وهكذا، مش هتبقى موجوده تاني خلاص. هو الجوانب التيتانيوم من ميزتها ان هي مش بتعمل ده، بقى فعلا شبه الابل ووتش الترا كده، حاجه مميزاه يا جماعه بجد. يعني الموبايل دوت لما اجيبه عن نفسي ممكن ما اركبلوش كفر، اكتفي جدا بالسكرين بروتكتور اللي الالوان بتاعته هو الابيض والاسود، بلاك حقيقي مش سبيس جراي، مش الرمادي الغامق اللي كان بينزل قبل كده، لا هو اسود تماما زي ما حصل السنه اللي فاتت في ال 14 برو، ولون ازرق كده اقرب للكحلي او غامق شويتين. واللون الهيرو او اللون المميز السنه دي هو اللون الناتشورال الطبيعي. ايه بقى اللون الناتشورال دوت؟ هو فعلا شبه الابل ووتش الترا كده، اللي هو اللون بتاع التيتاني، تحسه لون ترابي شويه او اي معدن دافي عندك. المهم الالوان مش اهم حاجه بصراحه نقعد نتكلم عليها كتير، عندي حاجات كتيره جدا اهم في الموبايل دوت عن الالوان. منها مثلا التحسينات اللي حصلت في الكاميرا، هي ما زالت الكاميرا 48 ميجا بكسل، بس في تغيير حصل في العدسات علشان ما يحصلش فيها الانعكاسات الرخمه اللي كانت بتحصل قبل كده، بتاعه ان الضوء الاخضر بيبان عليها، او بمعنى اصح لما بتصور حاجه منوره جامد زي الشمس او اي لمبه او كده بيبان كده نقط خضراء على الكاميرا بتاعتك او على الصوره بتاعتك. المفروض ان دوت ما يحصلش السنه دي علشان استعملوا عدسات مختلفه هتخلي الفلير دوت يقل. ده المفترض، هنجرب طبعا بنفسنا ونتاكد. المفترض برضو ان هو ياخد صور في اللو لايت احسن، ويقدر ياخد صور HEIF بالفول ريزولوشن، وتقدر تظبط دلوقتي الكاميرا الاساسيه بتاعتك على الفوكال لينكس اللي انت عايزه. عارف ان انا دلوقتي بتكلم بمصطلحات تقنيه زياده شويه، بس عشان فعلا المره دي البرو والبرو ماكس بقوا موجهين للمصورين. يعني تحس كده ان انت لو حد فوتوغرافر بروفيشنال، حد فعلا يستاهل كلمه برو. قبل كده كان في رايي ان البرو في الايفون مجرد كلمه ملهاش معنى، دلوقتي لا، هو فعلا موبايل معمول للناس البرو. تقدر تظبط الفوكال لينكس بتاع الكاميرا الاساسيه بتاعتك على 24 ملم او 28 او 35 ملم، بحيث ان انت تختار الزاويه اللي انت بتحبها اكتر. المهم هم ضافوا لك في البرو ماكس على فكره كمان دلوقتي كاميرا تيليفوتو 5 اكس زوم. انا عارف طبعا ان الرقم دوت مش مبهر للناس اللي بتستعمل سامسونج بالارقام الزوم المهوله بتاعتها، بس ال 5 اكس زوم حاجه اول مره نشوفها على الايفون، وبصراحه انا مبسوط جدا ان انا شفتها، ومبسوط من الذكاء اللي عملوه بيها. يعني هم عملوها كاميرا بيريسكوب، او زي ما باقي الشركات بتعمل بيحطوا مرايه جوه او بيحطوا بريزم علشان يعكس الضوء ويحطوا على السنسور بشكل معين من غير ما يحتاج يبقى حجم العدسه قد حجم عدسات الكاميرا. هم بقى حطوا كذا واحد جوه وحطوا كذا عدسه جوه علشان تعكس الضوء بشكل معين، فبقى حجمها اصغر كمان من الموبايلات التانية، فقدر يعمل لك حاجه 120 ملم الفوكال لينكس بتاعها او قدره التقريب من غير ما ياخد مساحه كبيره من الموبايل، ودي شطاره جدا منهم. يقدر يصور 4K 60 فريم، ما بقاش مقفول على 30 فريم بس زي السنين اللي فاتت. ومش بس كده كمان، انت البرو ريز كان بياخد بقى مساحه مهوله من التصوير، فانت تقدر توصل على الموبايل دوت دلوقتي SSD او اكسترنال هارد درايف وتصور عليه مباشره على طول. يعني انت تبقى ماسك الموبايل في ايدك كده وتقوم موصل عليه
الاس اس دي بتاعتك او الفلاشايه الكبيره بتاعتك، وانت مش بتصور على الموبايل، لا انت هتصور عليها على طول علشان تستغل المساحه بتاعتها وما تضيعش مساحه موبايلك. في ميزه تحفه يا جماعه، الموبايل السنه دي اول موبايل بقى يدعم انكودنج اصلا من ذا اكاديمي. يعني من الاخر الاوسكارز نفسها بتقول لك الايفون دوت كاميرته حلوه، احنا موافقين على الانكودنج دوت. بس ده كله كوم، والميزه ديت التصوير الثلاثي الابعاد دي كوم تاني لوحده. شفنا نظارات ابل المريبه الرهيبه بتاعه الواقع الافتراضي الاي ار هيدسيت بتاعتهم او الابل فيجن برو، وكان من مميزاتها ان انت تقدر تشوف الفيديوهات 3 دي، ان انت تقدر تفتكر ذكرياتك بشكل 3 دي. طب هنصور الكلام دوت ازاي بقى؟ ما احنا معناش حاجه نصور بيها، معناش كاميرات 3 دي يا جماعه. الايفون 15 برو ماكس بيدعم ده، بقى يدعم سبيشال فيديو، بيستغل كاميرتين علشان ياخد الحاجه بمنظور مختلف شويه. فانت بعد كده لما تيجي تتفرج على الحاجه اللي انت بتتفرج عليها او الحاجه اللي انت مصورها، ذكرياتك حرفيا تقدر تشوفها بشكل 3 دي. حاجه كده جايه من المستقبل، وحاجه تحسها فعلا خيال علمي. انت هتصور صحابك وناسك والحاجات اللي انت بتشوفها في يومك بشكل 3 دي، تقدر تعيشها تاني بعد كده. طبعا عشان تعيشها تاني بعد كده بقى ممكن تدفع فلوس قد كده عشان تشتري الابل فيجن برو، او ممكن والله ابل برضو تضيف لنا ميزه في الايفون ان هو يقدر تعمل كده تعدي فتشوف زاويه مختلفه شويه للفيديو. ممكن تعمل ده في الايفون، تبعته بتحديث مثلا. بس هقول لك على حاجه احنا عارفين ان هي هتبقى موجوده في الموبايل دوت مش اول لما ينزل، بس هتوصل بعد كده، العاب البلاي ستيشن والعاب الاكس بوكس. ايوه والله زي ما بقول لك كده، الموبايل ده بقى يجي بمعالج اسمه A17 الجيل الجديد من معالجات ابل، والابل بتزعم ان هو قوي جدا لدرجه ان هو ينافس بعض الاجهزه بتاعه الالعاب اصلا. فده بقى ايه يخليهم يجيبوا الناس بتاعه الالعاب تعمل الالعاب الجامده ديت على الايفون. خد عندك مثلا اساسن كريد ميراج هتنزل على الايفون، الريميك بتاع لعبه ريزيدنت ايفل 4 والريزيدنت ايفل فيلج موجودين على الايفون الجديد، وحتى ديث ستراندنج يا جماعه تقدر تلعبها على الايفون دلوقتي. كميه مميزات وكميه حاجات قويه جدا تخليني اقول لا الموبايل فعلا السنه دي حاصل فيه تغيير كبير قوي يخليه يستاهل، يخليني مبسوط وانا بتفرج على المؤتمر. على فكره المؤتمر ده برضو اعلنت فيه على الابل سيريز 9 الساعه الجديده بتاعتهم، وكان فيها ميزه جامده كده ان انت ممكن ترد على المكالمات بان انت تعمل ايدك كده، مش بتعملها كده على الساعه، لا انت بتعملها كده في الهواء والساعه بتعرف ان انت عملت ايدك. بصراحه دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي في الساعه، مش فارق معايا حاجه تانية من اللي اعلنوا عنها في الساعات، سواء الابل سيريز 9 او الابل ووتش الترا 2، عشان بصراحه حاسسها حاجه من المستقبل كده. تخيل الروشنه لما حد يتصل بيك وانت لابس سماعات في ودنك ولابس الساعه في ايدك، فتقوم ردد عليه كده اهو، بس عملت كده في الهواء وتقفل عليه كده اهو برضه. مش عارف انا اللي تافه ولا انا شايفها حاجه من المستقبل قوي، بس هي فعلا لا هي جامده بصراحه، انا حابب. المهم بقى خلينا نتكلم على الاسعار بتاعه الايفونات ديت في مصر وفي الوطن العربي وعالميا. طبعا المفاجاه ان اسعار اغلب الايفونات زي ما هي، والله زي ما بقول لك كده. الايفون 15 هيبتدي من $800 او $799، يعني الرقم اللي هو لازم يقوله لك كده. الايفون 15 بلس هيبتدي من $900، والايفون 15 برو هيبتدي من $1000. الثلاث اجهزه دول 128 جيجا بايت. لحد دلوقتي دي اسعار السنه اللي فاتت. الاختلاف الوحيد بقى حصل عندك في الايفون 15 برو ماكس، دلوقتي بقى يبتدي من $1200 بدل $1100. بس استنى دوت مبرر جدا ليه بقى؟ لان قبل كده كان بيبتدي من 128 جيجا بايت ودلوقتي بقى يبتدي من 256 جيجا بايت على طول. فهو الحقيقه ما غلاش سعر البرو ماكس، هو يعتبر كده ما غليش، هو يعتبر لغى بس ال 128، انما ال 256 كانت السنه اللي فاتت برضه على فكره ب 1200 والسنه دي ب 1200. $1200 بصراحه فرق $200 ما بين ال 15 برو وال 15 برو ماكس، علشان ال 15 برو انت ممكن تشتريه ب 128 بس. انا بصراحه شايف ان هو المره دي غريبه قوي ان انا هقول ده، بس هو فعلا فرق يستاهل. الفرق في الكاميرا السنه دي تحديدا الكاميرا بتاعه الزوم فرق ملحوظ. ال 15 برو ما فيهوش الكاميرا ال 5 اكس زوم اللي موجوده في البرو ماكس، هي موجوده في البرو ماكس بس، ودي حاجه بصراحه بتميزه وتخليني ارشح لك البرو ماكس اكتر. ديت الاسعار العالميه، وبالنسبه للوطن العربي فهيطلع لك السعر بتاعه دلوقتي في الامارات على فكره لما تيجي تبص على الاسعار هتلاقي نفس الاسعار بتاعه السنه اللي فاتت بالظبط، ودي حاجه تبسطني جدا الحقيقه. ال 5100 درهم اللي انت كنت هتدفعهم السنه اللي فاتت في ال 14 برو ماكس تدفعهم السنه دي في ال 15 برو ماكس. كنت متوقع ان ممكن يحصل رفع على الاسعار بصراحه للوطن العربي، بس اتبسطت جدا ان دوت ما حصلش، ما اتغيرش عندك السعر في الامارات. والامارات تعتبر من الدول اللي بنقيس عليها الاسعار في الوطن العربي عموما علشان فيها ابل. اما بالنسبه لنا هنا في مصر فعشان احنا ما عندناش ابل ستور، فطبعا الاسعار بتبقى اغلى من كده حبتين حلوين. ال 15
14 برو ماكس مثلا لما تيجي تحسبها كده ان هو التاجر اللي هيبيعه هنا هيروح يجيبه من الامارات، هيقف عليه ب 5100 درهم، يعني حوالي 1380 دولار. ال 1380 دولار دول لو حسبتهم على سعر الدولار في السوق السوداء هيوصلوا لحوالي 55000 جنيه، ومن غير مصاريف التاجر برضو على فكره، لان التاجر ده هيسافر علشان يجيبه لك وهيجيب كذا واحد وممكن يدفع عليه جمارك. فلما يحصل هتلاقي ان الايفون هيكسر ال 60 مرتاح جدا وهيوصل ل 70 برضو عادي جدا. تسليم الايفون هيبتدي عموما يوم 22 سبتمبر، فمن اول 22 سبتمبر لحد اكتوبر، لحد بدايه شهر اكتوبر، انا مليون في المية متأكد ان هو هيبقى كاسر 70,000. اول يوم ممكن تلاقيه في اماكن هنا بتبيعه في مصر على طول عشان تلحق اللقطة فتوصل ل 80,000. بس طبعا لو استنيت شوية هتلاقي ان السعر ابتدى ينزل على طول وهيبتدي يستقر. هيستقر فين تحديدا؟ انا شخصيا متوقع حوالي 65,000 مثلا للايفون 15 برو ماكس، ده السعر اللي ممكن يستقر عليه بعد وقت، لو طبعا ما حصلش اي تغيير في سعر الدولار. الايفون 15 العادي بقى اللي بيبتدي سعره من 3400 درهم، يعني بتتكلم في 930 دولار. 930 دولار ديت على سعر السوق السوداء برضو هتضربها في 40 هتدي لك حوالي 37,000 جنيه مع ربح التاجر مع الحاجات دي كلها هيكسر ال 45,000 بالتاكيد. الكلام اول لما ينزل طبيعي جدا علشان هيبقى قريب جدا من ال 14 برو ماكس، فسعره هينزل اسرع شويتين. الموبايل انا متاكد تقريبا ان هو سعره هيستقر في مصر ارخص من ال 40,000. وبصراحه لما يبقى فرق ما بين ايفون 15 العادي والايفون 14 برو او البرو ماكس اتكلم في حوالي 10,000 جنيه او اقل شويه صغيرين، فبصراحه لا، الايفون 15 العادي يبقى جهاز تحفه جدا ان انت تجيبه. وهتسالني ايفون 15 العادي ولا ايفون 13 برو ماكس؟ هقول لك طبعا ايفون 15 العادي. انا بصراحه مغرم جدا بالدايناميك ايلاند واليو اس بي تايب سي والتغييرات الكتيره اللي اتعملت فيه خليته فعلا موبايل احسن. ده توقعي انا للاسعار، وطبعا زي ما بقول لك لو الدولار ما اتغيرش فربنا يستر بقى الدولار يفضل محافظ على سعره الفتره اللي جايه مقارنه بالجنيه المصري، عشان الاسعار ديت والتوقعات ديت نقدر نقيسها قوي، واقدر اقول لك زي كل سنه تقريبا ان الاسعار ديت صح. انما طبعا السعر اللي بالدولار والسعر اللي بالدرهم ديت الاسعار الرسميه من ابل نفسها، فلو ليك حد بره مصر تقدر تشتري بالسعر على طول، وساعتها تبقى وفرت مبالغ مهوله. وبس كده، ده كان رايي انا في الايفون بعد فرجه على المؤتمر في قناه البودكاست، انا ويحيى رضوان ويوسف عاطف او يوسف لويندي. هنعمل بقى حلقه قريب نتخانق فيها على ارائنا ونقول كل واحد عجبه ايه وما عجبوش ايه، فاستنونا. الاهم طبعا بقى كمان ان انت تدوس على زرار السبسكرايب هنا. وحشتوني يا جماعه، وبقالي كتير جدا موقف فيديوهات، هحكي لكم بالتفصيل ليه بعدين، بس فعلا انا مفتقدكم، فشجعوني اعملوا كومنتات، اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو. كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.